ملوك الثالثة، ومعانا الأستاذة كريمة عبد الرحيم ونتائج المجموعة العشرة. أستاذة كريمة مساء الخير. مساء الخير كابتن وائل. المجموعة العشرة عندكم بدأت مباريات ولا لسه في لا، بدأت من الأسبوع السابق. من الأسبوع اللي فات؟ يعني احنا دلوقتي بتلعبوا مباراة يعني أسبوعين في النص الثاني. أيوه. النتائج الأسبوع ده إيه بقى؟ تمسك نادي دمنهور بالفوز على أبو المسامير 2-1، وليه مركز شباب كوم حمادة بالفوز على الزعفران 3-1. أما سيدي سالم فاز بهدف نظيف على إتاي البارود، بينما فاز بيله على كوم حمادة بثنائية نظيفة. كما فاز بلطيم على السنجاد 2-1، ومباريات التعادل بين دسوق والرايه 2-2، وسخا والمياه البحيره لا شيء الكل منهم. تعادلوا 0-0. اما بدر راي ترتيب المجموعه: الرايه 33، دمنهور 30، مركز شباب التلنجات 30، مركز شباب كوم حماده 24، بدر 23، مياه البحيره 23، دسوق 22، مركز شباب ابو المسامير 20، بيلا 19، سيدي سالم 18. اما ايتاي البارود وسخا 16 لكل منهم، بلطيم 15، الزعفران 12، كوم حماده 10. يبقى كده عدد الاهداف 17 هدف في الاسبوع الاول من الدور الثاني. تنطلق منافسات المجموعه العشره مباريات الاسبوع السادس عشر، والتي تشهد موجة من العيار الثقيل بين الرايه متصدر المجموعه ودمنهور الطامع في العوده للقمه، ويلتقون على ملعب الرايه. في نفس التوقيت مركز شباب الدلنجات مع سكا على ملعب اتاي البارود، ومركز شباب كوم حماده مع بيله على ملعب كوم حماده، مركز شباب كوم حماده. بدر وبلطيم على ملعب بدر، ومياه البحيره والسوق على ملعب مياه البحيره. مركز شباب ابو المسامير واتاي البارود على ملعب ابو المسامير. سيدي سالم والزعفران على ملعب سيدي سالم. اما كوم حماده باقي. شهدت المجموعه اول تغيرات الاجهزه الفنيه مع بدايه الدور الثاني. تولى عمرو رمضان نجم غزل المحله السابق القياده الفنيه لنادي الزعفران خلفا للكابتن وليد عبد الفتاح. احنا بنشكرك استاذه كريمه عبد الرحيم، ودايما كده بتمدينا بكل التفاصيل. شكرا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب.